السلام عليكم الإخوان. الإدارة الرسمية للمنتخب الوطني المغربي كيتعادل في المباراة الثانية من دور المجموعات كأس إفريقيا أمام المنتخب المالي. لا بغيتي تعرف السبب ديال داك الأداء الكارثي اللي قدمو المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة هذه، وكذلك شكون هو السبب، وكذلك غادي نهضروا حتى على المباراة القادمة ديال المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب زامبيا، صراع الصدارة ديال المجموعة إلى آخره، مع من نقدروا نطيحوا. منساش في الأول واحد لايك سبسكرايب ويلا نبداو. اولا اخوان مع التشكيله اللي دخل بها السي وليد الركراكي واللي هي اللي امامكم على الشاشه. في حراسه المرمى ياسين بونو، قلب يدافع اللاعب نايف اكرد، اللاعب جواد اليامير، الظهير الايمن استمر في الاراحه ديال اللاعب اشرف حكيمي واللاعب نصير مزراوي، الظهير الايسر اللاعب صلاح الدين، وسط الميدان الاخوان اللاعب سفيان امرابط كما قلنا لكم هذه استمر في الثقه ديالو ليه، وبالفعل هادشي اللي كان. واللاعب نائل العناوي امامه اللاعب عز الدين اناحي. أما بالنسبة لخط الهجوم فهنا الإخوان واحد علامة الاستفهام الكبيرة. بإقحام لاعب برايم دياز كجناح أيمن، واللاعب أيوب الكعبي. اللاعب أيوب الكعبي الإخوان اللي سجل عدة فرص، وهنا الإخوان كما قلت لكم مش شفنا اللائحة اللي ديال وليد الركراكي. هضرنا على اللاعب حمزة إيكامل اللي كيقدم واحد من أفضل المستويات ديالو، كيفاش ما يكونش في هاد اللائحة الإخوان؟ وحنا شفناه كاملين في التدريب الجماعية، يعني ما عنده حتى شي إصابة ولا شي حاجة. وفي المقابل تكونفوكي اللاعب يوسف النصيري اللي كيما شفتو كاملين ضيعنا ديك الفرصة. هذاك الإخوان كون كان شي مهاجم قناص تما يكون راه سجلنا الهدف الثاني وانتصرنا. فما نلقايش اللوم فقط على وليد الركراكي، بل حتى شي لاعبين يعني اللي كيقدموا واحد الاداء يعني اللي ضعيف. وبالمناسبه الاخوان نتكلموا كذلك على اللاعب اسماعيل السيباري اللي لعب وليد الركراكي جناح ايسر وهمي. الاخوان كيدخل الانصار المساحات. اللاعب اسماعيل السيباري الاخوان علامه استفهام كبيره، كيفاش يعني ما تقدرش تخليه يلعب 82 دقيقه؟ ما فهمتش الاخوان. يعني وليد الركراكي واش ما كيتفرجش يعني في المقابله ولا كيتفرج في مقابله واحده اخرى؟ لاعب سميع السيباري 82 دقيقه والمباراه الاخرى 90 دقيقه بدون اي اضافه تذكر الاخوان، حتى هو كيضيع عده فرص. باش ما نلقاوش اللوم فقط على المدرب وليد الركراكي كما قلت لكم الاخوان، فراه ما يمكنش انت كلاعب محترف الاخوان ويحطك واخا يحطك في شي بوست ما كتلعبش فيه، ولكن راه ضروري خصك دير شي تمريرات، دير شي تسديده، دير شي حركه. الاخوان لاعبين محترفين كما كتعرفوا ان نهضروا مثلا على ليونيل ميسي، فراه واخا تحطو في الدفاع راه غادي يلعب وغادي يعطي داكشي اللي عنده. فراه بالمناسبه حتى اللاعب اسماعيل السيباري كيقدم واحد الاداء اللي ضعيف الاخوان. ونهضروا كلاعب اللي بان لي انايا شبعتو الاخوان النظام اللاعب اللي كيلعب به مانشستر سيتي حاليا. كيدخلوا لاعبين بجوج جيريمي دوكو وكذلك حتى اللاعب سافينيو او لاعب رايان شاف ديك الجهه، كيدخلوا الانصاف المساحات وكيديروا داك اللعب، ما كيبقاوش كاجنحه، كيلعبوا كأجنحة وهميين الأخوان. ولكن هادشي هذا بعيد كل البعد. لاعب سمير السيباري كما كتعرفوا أنه واحد اللاعب اللي ثقيل شي شوية، وكيلعب ما وراء المهاجم ولا ناف إدمي مهاجم وهمي. واللاعب جيريمي دوكو كما كتعرفوا مراوغ كبير الإخوان، كذلك لاعب سافينيو سمعش رايان شرق. والدور هذا ديال اللي كيدخل الأنصاف المساحات اللي قايم به اللاعب برايم دياز على أكمل وجه الإخوان. ولكن كنشوف بأن هذا النظام هذا نظام لاعب ما صالحش للمنتخب الوطني المغربي، بحكم أن بيب غوارديولا عنده عدة أسلحة منهم اللاعب فوديل اللي كيماركي من خارج منطقة الجزاء. فراه كنشوف أنه يقدر يبدل النظام اللاعب ويولي يفتح الأجنحة اللاعب على العرض، وكما كيدير اللاعب مدرب برشلونة الإسباني مدرب هانز فليك، كأنه كيستحوذ على الكرة في وسط الميدان في الزون 14 الإخوان في وسط الملعب، وكيخلي الفراغات الأجنحة مثلا كلامين يامال كرافينيا كراشفورد باش أنهم يضربوا المساحة ويخلقوا عدة فرص. كنشوف أن وليد الركراكي يعني مكونفو كيجوج ديال الإيلي غوش الإخوان، ما فهمش علاش ما كيلعبهمش اللاعب شمس الدين طالبي وكذلك اللاعب إلياس بن صغير، حتى هو كيلعب في داك البوست هذاك اللاعب عبد الصمد الززوري، وكيلعب اللاعب اسماعيل السيباري. وكنشوف بأن حتى اللاعب سفيان رحيمي فرا يقدر يتقن داك الدور اللي كيديرو اللاعب اسماعيل السيباري. وفي الاخر الاخوان حنايا راه غادي نبقاو كندعموا وليد الركراكي، لانه كما كتعرفوا ما غاديش يحيدوه ويجيبوا شي مدرب واحد اخر في بلاصتو في الكان. فراه يعني السيف علينا خصنا ندعموه الاخوان، وحتى اللاعبين كنتمناو انهم يقدموا داكشي اللي عندهم. وبالنسبه للاخوان يعني السبب الرئيسي في تقديم هذا الاداء الكارثي فكنشوف انه هو المدرب وليد الركراكي. يعني الاخوان اللي كما قلت لكم ما كنشوف حتى شي جمله تكتيكيه كتكرر على ارضيه الميدان، كما قلت لكم في عده مناسبات.
باستثناء داك الضغط العكسي واللي ما عطاش الأكل ديالو في هاد المباراة هادي. اللاعبين الماليين اللي كانوا كيلعبوا كرة على الأرض في الشوط الثاني، خصوصا في الشوط الثاني الإخوان قراونا، المدرب ديالهم قرانا وبدا كيلعب كرة على الأرض، سيطروا علينا الإخوان وكانوا كيضغطونا على أهم لاعب ديالنا في خط الدفاع اللي كيعرف يخرج كرة، اللي هو اللاعب نايف أكراد. كانوا فقط كيعطيوها للاعب جواد الياميق، جواد الياميق اللي كيشتت كرة كما كتشوفوا كاملين، جواد الياميق اللي قلتها لكم مرارا وتكرارا الإخوان، اللاعب جواد الياميق اللي ما يمكنش تثق فيه في شي مباراة في نصف النهائي أو في ربع النهائي. واش بالله عليكم الإخوان نلعبوا بجواد الياميق أمام منتخب لا كوت ديفوار أو نيجيريا أو السنغال بجودة ديال المهاجمين اللي عندهم فيكتور اوسيمين جاكسون إلى آخره الإخوان؟ وراه الله يدير الخير الإخوان. فراه وليت كنتمنى العودة ديال الكابيتان رومان غامسيس، على الأقل عارفين الجودة ديالو ملي كنرجعو للخلف الإخوان، كنديرو بلوك با أولا كنلعبو على المرتدات، راه عارفين كاملين الجودة ديال اللاعب رومان سايس. أما بالنسبة للسبب الثاني الإخوان هو الإقحام ديال اللاعب سفيان أمرابط. اللاعب سفيان أمرابط الإخوان اللاعب اللي ثقيل وبطيء الإخوان في عملية إخراج الكرة من الخلف. رحنا الأخوان في المباراة كاملة ما غاديش نبقاو نعولو على الافتكاك يعني داك اللاعب ديال لاغرين طاو. راه كاينين لاعبين حاليا ما عندهم لا بنية جسمانية لا والو الإخوان. نعطيكم أمثلة كاللاعب بيدري، لاعب جواو نيفيز، لاعب فيتينيا، وعندهم اعلى معدلات في افتكاك الكره في الدوريات ديالهم الاخوان، يعني كيلعبوا بالعقل، كيلعبوا الكره كيخرجوها بواحد السالك جيري المدرب وليد الركراكي، ويعطي فرصه للاعب اسامه تيرغالين اللي كيتقن هاد الادوار هادي، ولا يلعب حتى نائل العيناوي تماك، ويلعب مكان سفيان امرابط في الهجوم الاخوان، لعب بلال الخنوس، بلال الخنوس اللي كيمشيو كاملين. منين دخل عطى الاضافات هذيك التمريره اللي ليوسف النصيري اللي كان يمكن يجيب لنا الهدف، او يلعب مكانه اسماعيل السيباري الاخوان، اسماعيل السيباري اللي كيتقن ديك الادوار ديال الريليور. فرحنا خصنا اخوان شي كسر اللي يكون كيربط ما بين الدفاع والهجوم، ماشي يردها فقط للدفاع، فراه خصنا شي واحد يكون كيربط ما بين الدفاع والهجوم. عموما الاخوان كنتمناو الخير للمنتخب الوطني المغربي، والمره الان التحدث على المباراه اللي غادي تجمعنا امام منتخب الزامبي. المباراة اللي كنشوف أن وليد الركراكي يقدر يدير فيها واحد التغيير على بعض المراكز، مثلا كإقحام اللاعب أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن، وإقحام اللاعب صلاح الدين. غادي يستمر على اللائق بإقحام اللاعب صلاح الدين، ولما لا نشوفوا اللاعب نصر مزراوي في قلب الدفاع. شحال تحدثنا الإخوان على دور اللاعب عمر الهلالي اللي ما تمكنش أنه يكون معنا في هذه النسخة ديال الكان. لاعب عمر الهلالي الإخوان اللي كما كتشوفوا كيقدم واحد الأداء اللي رائع، علاش ما كانش يجربوا في مركز خط الدفاع؟ فعموما الإخوان دابا يعني كما كيقولوا داز الوقت على هاد الهضرة هادي. كنشوف أنه يقدر يلعب نصير مزراوي في خط الدفاع ويستمر في الثقة ديالو الإخوان عاوتاني في سفيان أمرابط، ويلعب داك التريونغل ديال المليون نائل العيناوي عز الدين أناحي وسفيان أمرابط. أما بالنسبة لخط الهجوم فكنشوف أنه يقدر يكون شي تغيير في مركز الجناح الأيسر هاد المرة هادي بدخول اللاعب عبد الصمد الزلزولي واستمرار اللاعب أيوب الكعبي رأس حربة، واللاعب إبراهيم دياز المتألق على الجهة اليمنى الإخوان. وبالنسبة للأخوان مباراة زامبيا، المنتخب الزامبي الأخوان اللي كيحتل المركز الثاني بالمناصفة مع منتخب مالي، راه كيقدموا واحد الاداء اللي رائع وغادي يطمحوا حتى هما باش انهم يتاهلوا للدور الثاني. فكنشوف ان غادي تكون واحد المباراه اللي صعيبه، وكما قلت لكم في الفيديو السابق كنت كنتمنى ان المنتخب الوطني المغربي يتعذب امام منتخب مالي باش اننا نصلحوا داكشي اللي خاصنا. اللهم تعذبوا دابا ولا نتعذبوا في الدور الثاني ولا في النصف النهائي. عموما الاخوان كنشوف ان المنتخب الوطني ولا ضروري خصو ينتصر الاخوان في هذه المباراه ديال زامبيا باش انه يتمكن انه يبقى في الملعب ديال الامير مولاي عبد الله وما يواجه شي خصوم اللي تكون يعني واعره. فكنشوف ان المنتخب المغربي فرا يعني يقدر يتحسن في قادم المقابلات، وهادشي اللي كنتمناو. ان السير فهمات وليد الركراكي يصلح لنا الاخطاء الاخوان، فرا غادي تكون واحد الامر اللي كارثي لما توجناش بهذه البطوله على الارض ديالنا، او على الاقل لو وصلنا للفينال الاخوان. وواحد النقطة اللي بغيت نناقشها معكم الإخوان اللي هي النقطة الإخوان ديال المناطق الخصاص. فرا ما شفناش هادشي هذا كاع مع المدرب طارق سكيتيوي، ولا كذلك حتى مع المدرب هيرفي رونار ملي كان معنا، ولكن شفنا هاد المشاكل هادو مع السي وليد الركراكي ولا مع سي ولا ظاهر ايسر. فاش كيلقاو ظاهر ايسر خصهم قلب دفاع، فاش كيلقاو قلب دفاع خصهم لاعب خط وسط، فاش كيلقاو خط وسط خصهم راس حربة. هادشي هذا ما شفناش الإخوان مع المدرب طارق سكيتيوي، اللي كيمشيو كاملين كيعرف كيفاش يوظف اللاعبين، كيعرف شكون يستدعى الاخوان. كيمشيو في بطولات كاس العرب، فراه ما كناقصنا حتى شي لاعب حتى شي بوست اللي شافو قدم شي اداء ماشي هو هذاك الاخوان.
المباراة الجاية ما كيلعبهاش، ويعني باش أنه يتعلم من الأخطاء ديالو. فراه كنشوف أن المدرب طارق سكيتاوي بنسبة كبيرة إلا دارها ولا السي وليد الركراكي هو يقدر يقودنا في كأس العالم. أنا ما كنتمناوش الشر للسي وليد الركراكي، كنتمناو أنه يتوج بهذه البطولة هذه ويستمر معنا في المنتخب الوطني المغربي. وفي الآخر الإخوان متنساوش لايك سبسكرايب ونشوفو الفيديو.